الله وبركاته. أحييكم من استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ويشرفني أن أنقل لحضراتكم مباراة كرة القدم المؤجلة بين نادي التبعين. نقول التشكيل ماشي وائل وما طلعتش بره، وتحلية من علاء وعرضية حلوة وطالع على طول. برافو يا مصطفى. أول اختبار لمصطفى كمال، كرة عرضية جميلة ياخدها من نقطة عالية طويلة من طارق النجار ومعدية، وإدريس هو وجول هو وجول هو وجول هو وجول. يا خبر، مش ممكن، يا فرصة أكيدة من محمد إدريس في الدقيقة تقريبا 3:30 وسط جمهوره بتعادله السلبي مع الاتحاد. وعلى فكرة خسر 5 نقط من 6 نقط ورا بعض على طول الترسانة. ودي هجمة من ناحية الشمال وحسام حسن عرضية حلوة، رمضان جوه الجول. يا ولد يا رمضان يا رمضان يا رمضان. رمضان بيقول انا اهو او بتعبير ثاني انا ما عدتش، ولقط صورة جميلة بشماله من تمريرة احلى من محمد حسام، عملها من حسام متأسف حسن، عملها عرضية حلوة بشماله ياخدها على طول. يا سلام عليك يا رمضان. جون جميل 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 بيجيبه في حراسة مدحت الحوفي، ويبقى الهدف الاول للنادي الاهلي. وهنشوف مع بعض على الشاشة في الدقيقة، هنشوفها حالا مع بعض، تقريبا الدقيقة 8 تطول ومقطوعة مرة تانية لرضا عبد العال. ابراهيم حسن، هادي يلم، هادي حلوة وعلى يمينه عادل يعملها له احلى، وهيرفع وعرضية مقطوعة على طول من مدحت حوفي، ويطلع على طول اسلام وياخدها. برافو يا اسلام. ماشي مدحت ويلعبها حلوه لادريس بدماغه للسمري، خطر وبيلم ويلعبها حلوه يعملها كابتن عبد الحميد رضوان بنهايه الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء. احرز لقاء الترسانة والاهلي في المباراة المؤجلة طويلة لمحمد يوسف في الشمال ومع مدحت، يعدي ويعملها حلوة لأسامة عرابي، يطلع له من بره يلم أسامة وسقطها حلوة ورمضان، ويطلع على طول طارق النجار. برافو يا طارق يا نجار، برافو يا طارق يا نجار. عامل ماتش، فيجب أن يكون هناك صفاء كامل بين اللاعبين وينسوا المرحلة اللي فاتت تماما. ورضا عبد العال وحلوة محمد رمضان، ويشده حسن شكري وهو منفرد، وكارت أحمر. تقدير الحكم ان حسن شكري اعاق محمد رمضان في موقف انفراد كامل. هنشوفها مرة تانية، ادي رضا عبد العال وتمريرة خبيثة لمحمد رمضان، وفعلا كان محمد رمضان رايح هو والجون، يشده حسن شكري بتلقائية لحظية، ياخد كارت احمر وضربة حرة مباشرة لصالح النادي الاهلي. يبقى حسن شكري كده اللي على الشاشة ده طلع وعمل ماتش كويس. هارد لاك زاوية بص منها اسلام، وهنا ذكاء اللعيب اللي هيلعب، وشايف حسام، وحسام حلوة تضرب في الحيطة، تبقى ضربة ركنية لصالح النادي الاهلي. ماشي وائل ماشي ومعدي ومقطوعة للرضا عبد العال مرة تانية في وسط الملعب. أسامة عرابي ماشي، أسامة وخطر وعرضية ومش اوفسايد، وهو جول. يا خبر يا جوه جول حسام حسن، الجول الثاني حسام حسن. يا ولد يا لعيب تسقيطه جميله قوي من فوق راس اسلام يوسف، ويبقى الهدف الثاني للنادي الاهلي. ادي التمريره اهي من اسامه عرابي حلوه ومش اوفسايد مظبوط، كان مغطي مدحت عبد العزيز، وينفرد حسام ويطلع له اسلام يسقطها. هي 2-0 الهدف الثاني لحسام حسن في الدقيقة تقريبا 16. هنشوف مع الوحدة 12 من فضلك على الشاشة. وماشي وعرضية طويلة في اتجاه احمد منشاوي وابراهيم حسن، يلم على طول واحمد منشاوي، ومرة ثانية احمد منشاوي حلوة على الارض، وعاطف حلوة. اول كرة لعاطف الاباني، تسديدة جميلة قوي.
عاطف وحلوة انما من بره. شايف انا ايمن شوقي الهيصه اللي سمعناها دي، ايمن شوقي وعالية والحوفي تعدي من الحوفي تروح للمنشاوي والمنشاوي يشوط شوطه انما بره. احمد منشاوي نمره 17 والتغيير هيتم اهو. حسام حسن طويله حلوه مش اوفسايد في الشمال محمد يوسف ومعاه كوندي. محمد وكوندي وعرضيه وعاليه انما تضرب وتبقى ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. رضا عبد العال بيدور رضا وماشي وعايز يعمل 1 2 انفراد وهو جول في صفاره في صفاره لمسه يد على طول تتلعب لمدحت عبد العزيز باتجاه احمد منشاوي يسيبها لعلاء حسب الله. احمد في اليمين يعملها لحسام لسه برضو ايمن بيشاور يلعبها حلوه لرمضان. رمضان عايز يعملها لرضا انما مقريه على طول. برافو علاء حسب الله يقطعها على طول لعبها المؤمن عبد الغفار في وسط الملعب. حموده في اليمين رضا عبد العال حسام حلوه لمحمد رمضان مش اوفسايد وعرضيه برافو كوندي دخل في توقيت مناسب جدا وكان في رايه وصفاره تسلل. ده طارق النجار متاسف مش كوندي الاثنين سمر شويه. ادي كوندي هو اللي راجع اهو وتسلل بره اسامه يلعبها لحسام يطلع على طول طارق النجار بدماغه. برافو يا طارق. على رضا عبد العال لحسام يقلبها ورا انما يخش على طول اسلامي. ترسانه ضغطه عرضيه في اتجاه مدحت عبد العزيز هيلم وهيرفع وعرضيه حلوه ولسه ويسقها اي حاجه على حسب الله ياخدها على طول ويلعب لابراهيم حسن وداخل عاطف يزقها تسلل واضح جدا طبعا. مظبوط تسلل مظبوط. اللاعب بيعترض وهو اوضح ما يكون الوضوح ان هو متسلل. علاء عبد الصادق في الشمال لأسامة عرابي وصفر حكمنا الدولي عبد الحميد رضوان بنهايه اللقاء. بنقول مبروك للنادي.